بدل ما يجيب لبنته عروسه تلعب بيها جاب لها طفل تشيله على ايديها. شوفي انت بقى دي ازاي بدل ما يسترها عراها، بدل ما يحميها طعنها. قولي لي ازاي بقى انت، قولي لي ازاي. انت عندك كام سنه يا نجار؟ ممكن تعلي صوتك شويه؟ هتكلم. عندك 12 سنه. ايه اللي حصل؟ انا كنت بصحى الصبح بلاقي هدومي دي مقلوعه وكان بيحط لنا مناي. ايه؟ مناي كان بيحط لك منوم؟ طب انت عرفتي ازاي ان هو كان بيحط لك منوم؟ ما كان بيعمل لنا الاكل والشرب ومش كان بياكل معانا ولا بيشرب معانا. يعني الاكل اللي بيحطه لكم ما بيرضاش ياكل منه؟ عشان كده انت عرفتي ان كان في منوم ولا هو قال؟ هو كان بيعمل قدامنا برضه وكان بيدينا نشرب ومش كان بيسيبنا لما نشرب وننام. يعني انت لما هو عمل معاكي كده انت ما حسيتيش بيه؟ كنت نايمه ولا كنت صاحيه؟ كنت ومره فوجئت ولقيته بيعمل كده ومسك لي السكينه وقال لي كلام تهبح. مسك لك السكينه؟ يعني هو مره انت كنت صاحيه وفايقه، ومره وغير كده كان بيعمل كده مرات كتيره وانت نايمه؟ يعني الموضوع اكتر من مره مش مره واحده؟ مش كنت بحس بقى كان بيدينا مناي. طب تحبي تقولي له ايه؟ انت شايفه ان ده اب؟ طب وجهي له رساله كده من عندنا من هنا. حسب الله ونعم الوكيل. هتقول ايه؟ طفله. قولي لي انت حاسه ان يعني انت قولي لها انت عايزه قضاء مصرنا يعمل فيه ايه؟ عايزين الشالي. قلت له يا دكتور في ايه يا دكتور؟ قال لي يا بنتي بنتك حامل في نص الشهر الرابع. قلت له طب ابوس ايدك، طب اعمل ايه؟ طب قال لي ماليش يا ماما، خدي بنتك وامشي، ابوها يتولى مسؤوليتها. طبعا في الوقت ده انا وهي بس، فنزلت من العياده طبعا واني ربنا اعلم بيا ومشينا. فقلت لها بصي يا بنتي مفيش الا انا وانتي وربنا معانا. قولي لي حد ضحك عليكي وانتي ماشيه وانتي طالعه من المدرسه وانتي رايحه هنا رايحه هنا؟ في الوقت ده كله انا مش بفكر في اب، انا بفكر في واحد ايا كان عمل في بنتي ايه. عايزه اعرف مين اللي عمل في بنتي كده. طبعا قلت لها بنتي مش مستوعبه اللي انا بقوله لها. قلت لها الدكتور بيقول انتي حامل. ازاي انتي هي نفسها ما كانتش تعرف؟ دي طفله يا فندم، ما تعرف ازاي. قلت لها انتي يعني في حد جلعك هدومك لبسك الداخلي وعمل معاكي حاجه؟ اول ما نطقت البنت قالت ابويا يا استاذ. لما بنتك تنطق وتقول ابويا عمل فيا كده، شوفي انت بقى تبقي في موقفي كده تعملي ايه؟ لما يكون الاب الظهر السند لبنته هو اللي بيطعنها وبيكسرها، ساب للناس اللي في الشارع ايه؟ طب انت عملتي ايه اول لما هي قالت لك ابويا؟ اول ما قالت لي ابويا جبتها في ايدي وجيت على ابن خالتي اللي هو احمد، رحت له على بيته قلت له الامر 1 2 3. انا مش عارفه اتصرف ازاي. شوف انت هتحل المصيبه دي ازاي، شوف انت اتصرف في المصيبه دي، شوف انت هتعمل فيها ايه. قال لي فين بطاقتي؟ قلت له في البيت. اجى لغايه هنا خد بطاقتي وطلعنا على مركز ابو حماد، مباحث ابو حماد. طبعا ما لقيناش الضابط ولا اللي حد، كانوا في مأمورية بره وكتر خيرهم اهتموا وهم بره المركز وبعتوا ضبط واحضار لابوها لمجرد ان علي قلت كلام بلساني فعلا. واعترف من غير ما ياخد قلم واحد يا استاذ، من غير ما ياخد قلم. قال ايوه ما حدش يرطني، انا اللي عملت كده. هو قال انا اللي عملت كده في بنتي، واعترف في النيابه قال انا اللي عملت كده، واعترف في المباحث قال انا اللي عملت كده. لما ابوها يعمل فيها كده سيب للناس اللي بره ايه؟